تستوعبهم اصول الثقافه اللي تناول البناء فيها تناول خطا. لان لما اقول اصل ثقافه الانفوج هيوصل ل 32 مليون، كان ممكن افك ده واشتغل على كذا منطقه في اسكندريه محرومه ثقافيا، وانا اشتغل بطريقه ليس بتعدد الطوابق راسي، ولكن اشتغل افقي. وفي تجارب جميله في اسكندريه بشكل الهنجر الصغير، واوضتين 3 4 يشتغلوا في انشطه، وشوف اقتصاديات ده. ولما كنت ماسك مدير فرع ثقافه كانت بتقدم لي قطع اراضي في الحدود دي، ولكن تروح وما عندهمش اموال ولا عندهم حاجه، ويجي الرد يقول لك لا، يا تقوموا بالمبنى كله يا ما فيش. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، عند حضرتك اماكن خياليه للشعب، وانا بعتبر حديقه الشلالات ده مكان مسرح مهجور احنا كنا بنقيم عليه طول فترات الصيف للبشر العاديين يقعدوا على النجيله ويتفرجوا على ثقافه حقيقيه بتقدم اليهم. هم محرومين من ده تماما. لو هذا المسرح بتجهيزات وتقنيات بسيطه جدا جدا مع برنامج من اي اجهزه ثقافه في الاسكندريه، بحيث انها تمتع البشر اللي بيجوا ببساطه يقعدوا على نجيله الحديقه. هناك ناس بتشتغل في مبادرات شعبيه ما حدش بيدرى عنها، لدرجه ان توجد في الاسكندريه عروض سينمائيه، يعني اشخاص بتقوم فيها في القهاوي وفي مناطق محرومه. في مبادرات ثانيه بتقوم عمليه التنميه البشريه هناك. كل ده بتقام بمبادرات فيها مساعدات طبعا اجنبيه بمنح بياخدوها، وانا متفق على ان ده جميل جدا وكل حاجه، ولكن يبقى لينا كمحافظه اسكندريه وكثقافه اسكندريه ولكل اللي هم بيرعوا الفنون ان هناك ظهير كبير لينا محتاج للثقافه حقيقي. واشكركم. انت يا دكتور اللي هتلم هيجمع بقى كل اللي بيتقال.